سيادة الوزير، فيما يتعلق بأنبوب الغاز، ذكرتم أنه الجزائر هي من قطعت لكن بالنسبة للغاز، لكن مع أعلمه أن هناك عقد انتهى، وبالتالي هل هناك نية لتجديد هذا التعاقد فيما يتعلق بأنبوب الغاز المر بالمغرب بين أطراف الثلاثة، المغرب واحد منها؟ هل هناك مفاوضات مباحثات في هذا الشأن؟ هو غيبدأ يشتغل في شكل معكوس من غاز يأتي يمر عبر إسبانيا ويأتي إلى المغرب، لأن الغاز سيعود أو سيأتي من إسبانيا إلى المغرب بشكل معكوس. بشكل معكوس. أليست أوروبا هي التي في حاجة إلى الغاز؟ لا، المغرب كاين سوق عالمي للغاز يمكنك تشتري، كاين هناك تيرمينالز اللي يمكن تخزن فيهم، وكاين هناك أنبوب للغاز. معنى ذلك انتهاء فترة الحاجة إلى الغاز أو مرار الغاز الجزائري عبر الأنبوب؟ هذا المغرب تصور مختلف. المغرب كيشوف بأن أنبوب الغاز البايب لاين هو واحد المكسب استراتيجي ومكسب للاندماج، لا يمكن أن يكون ضحية لحسابات ضيقة، وبالتالي فالمغرب قام بمجهود كبير باش يبقى حاضر هذا كرابط بين أوروبا وشمال إفريقيا، وكعنصر اندماج، وكعنصر للتأكيد بأن مسائل الطاقة هي مسائل تعاون وليس أداة أو سلاح في العلاقات الدولية.